السلام عليكم أحبائي. اليوم حبيت أقدم لكم عمل كباب الدجاج بالفرن بصلصة جديدة إن شاء الله تعجبكم. المكونات المطلوبة هي كيلو صدر دجاج مفروم، ربع كيلو ليا مفرومة، بصلة واحدة، جزر واحد، فلفل أخضر واحدة، برش قشر ليمونة، 3 ملاعق أكل شيبس أي نوع اللي تحبوه، 2 ملعقة معجون طماطة، ملعقة كاتشب، ملعقة صوص الصويا، وملعقة زيت الزيتون. أما البهارات هي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون والبابريكا والكزبرة والملح وتتبيلة الأعشاب بالثوم. بهيجي نعجنها هاي المكونات العجينة نعجنها ونبدي نحضر الصلصة. الصلصة هي عبارة عن ملعقة صغيرة من الكاتشب، وملعقة أكل زيت زيتون، وربع كوب راشي، وملعقة صغيرة من عصير الحامض. هاي الصلصة أدهن بيها القالب، تقدرون تخلون ورق الزبدة أو مباشر على القالب ما تلزق العجينة، لأن بيها زيت الزيتون وبيها الراشي. من أدهن القالب تماما بهذه الصلصة أفرش العجينة وأقطعها العجينة على شكل الكباب، شلون نشاش الكباب بهذا الشكل، يعني نقطعها وندخلها الفرن بحدود 10 دقائق، يعني تستقر شكل العجينة بالفرن. أريد أطلعها من الفرن وأدهن الوجه، أكمل على باقي الصلصة على الوجه، أدهنها وأدخلها الفرن مرة ثانية، فبحدود 3 ساعة أو شوية أكثر حسب نوع الفرن تستوي، وإن شاء الله تعجبكم، لأن بيها طعم الحموضة وطعم الكاتشب، يعني فتشي كلش طيب وتعجبكم إن شاء الله، وبألف عافية.